جايز اخر عالم بيعملوا ردة فعل على خطبة غيث مروان. هو بدكم تقولوا لنا ليش تأخرنا؟ ليش تأخرنا؟ تأخرنا لأنه صار في شيء بالخطبة، عم نستنى العالم كلها عم تعمل فيديوهات وكذا وهيك لنشوف انتبهوا لهذا الشيء ولا ما انتبهوا. فلاحظنا انه ما حدا انتبه، بس نحن ما بعرف غلط بالمونتاج، قصص حكاية ما بنعرف. تمام، مقصودة هذا الشيء كمان ما بنعرف. نشوف هلا هذا الشيء نحن مع بعضنا ونحكم. ما انجزنا. ما انت نوه السمعان. هلو بيبي، كيفكم؟ وطمنونا عنكم. تحيات امكم ما اشتقتونا، مع انه صرنا 3 ايام منزلين، ليكو نحن من العالم الاكتف كثير على يوتيوب، لذلك اذا بنغيب يومين 3 بنحس حالنا غايبين دهر. عن جد ما بتلاحظ هذا الشيء؟ لا مو ضروري تلاحظ. بحس انك عم تغيب دهر. هي كان بدي احكي نكته بس انت يا حمار انت رموحتها طيرتها. المهم يلي حيصير حاليا انه نحن رح نعمل ردة فعلنا على خطوبة غيث مروان. تمام، وقلكن شو هو الشيء. لا قبل مقبول. اول شيء رح يصير انه نقيم الاوتفيت تبع والله كيف الاوتفيت والحركات تعرفوا شو يعني اوتفيت؟ اوتفيت ايه تبع الخارجي. المظهر الخارجي للكائن الانساني. صرنا يومين عم نبحث عن الترجمة اللبسة الخارجية. تمام، طلعت الاوتفيت يعني انه شغلات بتلبسها بالبرة بالاوت. طيب مثلا اوت هي الخارج، ايه برا. الفت شو يعني؟ ما دخلها. لا الفت تعرف ايش معناتها؟ معناها قدم. هذيك فوت ولا فات سمين فوت. ما دفوت. لا دفوت. لا والله. المهم قبل ما يبلش هذا الفيديو، هلا هو مبلش اوريدي يعني مبلش، خلونا نوصل هذا الفيديو 15,000 لايك. لا بنعيدها بحماس، والله نعيدها بحماس، والله بنعيدها بحماس. المهم قبل ما يبلش هذا الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو. بتحكي لا بشد يا شعرك حيوان لا تاكل شرفك. هلا اي حدا عم يشوف هذا الفيديو انا متاكد راح يعجبك. حط لايك، خلينا نشوف اكبر عدد فينا نوصل له باسرع مده زمنيه، يعني من هون لبكره فينا نوصل 15,000. ترى والله العظيم ايزي. خلاص يعني خلينا نفوت بقى خلاص. اول شيء خلينا نقيم اللبسات. انا بدي احط لك صور اللي كانوا موجودين. هلا مو كلهم بدي احط لك بس هيك كم، كم بما حدا. انه انا زواق باللبس وحركات. كل لبسه بعطيك اياها لحدا. هلا ما جمعت كل الصور للناس، في كم صوره. طيب يلا وانت بتقيمني هيك بسرعه. يلا أنا ساكتة ومتحملة. اول شيء نور ستارز 2/10. شو 2/10؟ عفوا 2/10. 2/10 هيك سخسخت اول شيء حتى نسيت الكلمه. لا 2/10. طيب محمد علي. مين هي؟ بنين يا حمار اختك. بنين. محمد علي. سوري بنين ستار. مصطفى بياخذ معنا 1/10. 1/10 بنين. محمد مين هي؟ مين؟ خرب بيتك شو بتتغير، كل فيديو بتتغير انت، كل بوست بتتغيري. علي الحلال طالع هيك في من عيونها في حيه. طلع النظرة يعني ليك شوف هلا البني ادم المدود بمصطلحنا نحن الحلبي، المدود يلي عنده نوعا ما فطنه، عرفت؟ مو فطنه يعني كيف بدي اقول لكم انه هيك بتحسوه ما هين. نحن بمصطلحنا الحلبي مدود. حلو؟ ايه. ما تاخذوها بمصطلحاتكم ثاني، هاي ليك نحن عم نترجم لكم اياها. حلو؟ تمام. هلا قديش تعطيها لين محمد؟ 4/10. لا محمد. 5. لك اسمع يا اخي، لين محمد يا اخي ما هو مثل انا. طيب 5 و5/4. تعطيها 9 من شو تعطيها؟ انت بدك تقيم. 5 5/10. غيث ونشيط وساره قديش تعطيهم مع بعض؟ هاي خطيبته؟ والله لو لعل بتبكي كانت الحالة بتبكي. اي والله. لا انا ما قصدي شيء، بس والله قول ما هي اكيد بتغير وقت الخطبه. هلا في عندي انا ملاحظه بس يعني بنص الفيديو بدي اقولها. قديش تعطيها لساره؟ ايش اللي بسارة؟ هلا بزعل بقى بياخذ على خاطره. طيب قديش تعطيها؟ لا شوف اعطيها 20/10. ما بنعطيها شيء طاول. طيب ابدا ما غيث هلا غيث ليك غيث بما انه زلمه مغلوب على امره. تمام، مجبور وصوابه حامي. اعطيه 10/10 جبران خاطر. النشيط شوف انا شخصية نشيط كثير بحبها. قديش تعطيه من 10؟ بعطيه من 10 1 منيحة للشخصية. الصورة اللي بعدها برهوم عراوي. تعرف شي برهوم عراوي؟ 20/10 على عناد المضغوطين يلي ما عجبهم الاوتفيت. أسامة زلمة كتير كلاس، بيشبه كريم، بيشبه هكا. I love you bro. البوسة ما بصير للبرو. ايش دخل؟ والله تخيل. عادي بوسي. طب هات بوسة. دهات. قديش تعطي له أسامة الباتمان الكيوت بعطيه صراحة على اللبسة 8/10. حلو. يعني ألبلس حدا تلبس باللبسة بالحفلة باللبسة. أتلبلس حدا يعني اكثر حدا لبيس. خلصوا اسرع تقييم بالكوكب. هلا بننتقل لفيديو تبع غيث وساره. اسمعوا للمعلومه، الفيديو صار له 3 ايام نازل لحد الان لساته ترند ما شاء الله عن جد. يعني موضوع هذا ترند الخطوبه والزواج ومدري ايش، يا جماعه اعملوا ترندات فينا نحن نعمل مثلهم. لحد الان ما في ولا ترند يعني. عم بفكر اعمل هيك قناه وفوت معي بالنت. اسمع شوف الترتيبه وتبلبل
تبلبل يعني تعمل بلبله، مو تبلبل لبالة، بلبله اثاره جدل. لا ما بعمل اثاره جدل، بس انه بنحب بعض عن جد مثلا، عرفت مثلا عن جد هذا الشيء يعني معجزه. هلا بقولي بياخذوا عني صيت نسوانجي. طيب مثل ما بدك. كريم بحب الاولاد يا حيوان، لا نسونجي. شفت انا بفهم. حاسه حالك قاعده بالنص. عادي دايما بقعد بالنص. قبل ما نبلش الفيديو عندي تعليق صغير. مين لاحظ من وقت ما غيث مروان خطب لحد الان هلا كبوا عن موضوع انه حلب ام الخطبه؟ يعني هلا حاليا هذا يمكن ثالث فيديو او رابع فيديو للخطبه، بس مين لاحظ انه من وقت ما خطب لحد الان انه ساره هي اللي استولت على القناه وهي اللي قاعده بالنص حتى. ايه عن جد يعني حاسسني قلبي انه والله مشيتك مسطره. لا بس هيك انه مثل ميراث انه خلص حيورثها القناه. خلصت؟ ما على فكره هالموضوع مو نكته. طيب خلصت. ما عاد اصور. يلا شوق مثل بوعدكم انه هذا اخر فيديو حيكون عن الخطبه. قرايه الفاتحه كانت مثل الخطبه تقريبا يعني. بوعدكم الفيديوهات الجايه حتكون اكشن واشياء حلوه. اوكي جايز، خلص نحن اخذنا منك عهد ووعد، وعد يعني وعد وعهد انه خلاص اخر فيديو من الخطبه، وتنزلنا فيديوهات اكشن. انا هاي فيديوهات الهي اما بتمشي معي ما بحبها، بس اشوفها بزعل. مو بعرف ايش بس بزعل. تعملي فيها كل جد طبنا فهمنا نيالكم. خطأت تقول عم تجكروني يا زلمه. يا فكره هي جكر، هي بيعملوها ايه جكر. عن جد عم تجكر حدا عن جد. جكر. عم تجكر بنات خالته، بنات خالته لغيث. عم تجكر بنات خالته لغيث. لا وفي شغله كمان انه هو ايه بيكون حاطط عينه على وحده، كان مكرشه وحده، فهي عم تجاكره وحست عليها. يا انا مالي علاقه والله العظيم. يا أنا هذا اسمه بفهمكم. خربان بيوت. ما بصير. ما عم بخرب لا، بيت. جد جد ما بصير. ما بصير، ما بصير. بس هو يكون مكرش حدا سياق لا جكره. والله عن جد الله يكبك من التصوير بس ما بصير. بدي احطه بالفيديو. دي طرقه بلوك علي العالم دي طرق. شوف حبيب انا مالي دخل، بدك طقه بلوك طقه بلوك. عم نحكي شي واقع. واقع. صح. نورجيكم هاللقطات من الخطبه وشو صار. يوم الخطبه الساعه 4 ساره كانت حلمانه انه انا حاجي على الخطبه لابس شورت. اسرع حلم بالعالم، اسرع تفسير. يعني بالعاده انا بحلم مثلا اني مستر اختك انت لا تحكي ولا حلم علي. الحلال احلامه مو زباله، زباله الزباله ودغري فسر لي اياها. بس مصير معنا مصيبه. اللي بتعرف انه انا والله حاب احكي لكم عن جد. بتعرف انه انا حلمت امبارح حلم ايش حلمت؟ حلمت اني غابه تمام ايه، وزتيت حالي من شجره لشجره ايه، وكنت اوقع على الارض بس ولكن تمسكت نفس حبل الطرزان. طلع هاي المصيبه صارت معنا ولكن الله نجانا منها. لو انه وقع على الارض بالحلم هلا هون كانت دمرنا. هيك تفسير من عقله دغري. لا مو من علي على فكره. طيب احكي لنا حلم واحد. ولا واحد فسر مثل ما بدي، ولا هدف تحقق مثل ما بدي. طيب احكي لنا لو كان حلم واحد تمام قريب لو انه هيك شوي للواقع او لمفسرين الاحلام. ما هو مشكله انك عم تقع من البنايه او مدرج البنايه على طول. انا بحلم وهي بتجيكم هاي الحركه اللي هيك كونك نايم هيك مثلا هيك نايم. نحن العرض هاي تحس جسمك اخذ سكرين شوت. مبدئيا المعازيم بلشوا يجوا غيث بليز لا تفوتني. وانا لسه لابس شورت. كيف وانا اغزق لك فستانك قبل ما نبلش الحفله؟ يعني منيح مني اني انا ما عصبت، اوكي؟ خزق لي فستاني قبل ما نطلع، قبل ما حدا يشوف. مبسوطه بحالها؟ كيف حكى كيف. لا ما حكي. لا لازم نعرف كيف. عادي بس ايش في؟ شو خزع الفستان؟ تعرف ايش؟ كانوا عم بيلعبوا كيلو حنطة كيلو شعير كيلو محبة. بتعرفوا لعبة كيلو حنطة كيلو شعير؟ هاي بحطوا العالم اسمعوا ظهرهم لنفرجيكم مع بعض. والله لنفرجيكم. هيك بتكون لعبه هيك. هيك شوفوا يلا اول شيء عندي كيلو حنطة كيلو حنطة كيلو. كانوا عم بيلعبوا هاي اللعبة او خزع لها. لا طلع بتجنني. والله طلع احلى من كريم. اكيد اوريدي. بس في عندي تعليق صغير انه ليش بحس الناس عن جد كلهم مو بس هن كل الناس قبل الخطبه بيكون شكلهم شعرهم مثلا ولبسهم اهضم من انه لما بيكونوا بالخطبه او بالعرس. ايه عن جد والله العظيم عن ليش؟ جد انا كثير لاحظت يعني في كثير عالم بعرفها عن جد خطبوا وتزوجوا هيك قبل الخطبه، مو قبل يعني قبل حفل الخطبه او حفل الزواج لك جنتلل تلاقي بايام الخطبه
عارف ليش خطبوك. من ضغط النفسية عن جد، لأنه الموضوع من النفسية بدها تعمل لك راسك هيك. يعني تخيل انه مثلا والله حفلة خطبة وعالم كلها عم بتطلع عليك ومدري ايش، وانت عم بتقرر قرار مصير ومدري، فهمت؟ يعني الموضوع كبير اكبر ما انك واحد يستوعبه، عرفت؟ بدنا نتفق على اللفه عشان ما نجيب ام العيد. يلا يلا هون. يلا 1 2 3. انا رح وين نروح؟ قطع الفستان؟ وينه؟ اوه شيت بيب. اها هيك خزق الفستان. نحن فكرنا كان في لعبه بالموضوع بس ما كان في لعبه، كان عم بيعمل هي دويرة يعني. والله لو لاعبين كيلو حنطة كيلو شعير كنت سليته اكثر. والله العظيم برمي ومدري ايش. عن جد اكل هم بكره كيف اذا بدي اتزوج اطلع قدام الناس لعب كيلو حنطة كيلو شعير. لك لا عن جد امسك مثلا ايديك قدام. اتخيل وصلك عن جد انا كثير خجول بالحفلات ولا هيك الاعراس. عن جد يعني اذا بروح عند حدا دبيك رقم واحد. لك لا اذا بروح حتى عند حدا ما برقص ما، بس كيف هيك بكره قدام الناس هيك امسكها او مثلا نرقص قدامهم شرفي. ما كنسل كثير بستحي. علموني يا متزوجين كيف تعملوا هاي القصص. عمول كيلو حنطة كيلو شعير. واضح العيد من اول خزقت لها الفستان. بيه نحن ما نخزق قدام الناس. لا عن جد بدنا ماما. ليك خليك ماشي هيك. ليك مستحيل. مصايب. لسه ما بلشنا خزقت الفستان. زلمة طول حياته متعود على انه يكون معه شباب بالفيديوهات. عن جد يضرب واحد زاد يقلع عينه ويضرب واحد. عادي شباب، انا ما جيتهم بخبطوا ببعضهم مدري ايش، جاي هيك خبط لزق يعني ما مدري. كأنه نحن تأخرنا كثير من هذا الفيديو، وكأنه كمان انه ما راح نجيب تفاعل. الموضوع عندي. شلون؟ الموضوع عندي. شلون؟ شوف يا معلم، نحن بنعمل الفيديو تمام بننزله، ايش بنكتب بالعنوان؟ ايش؟ شو صار بحفل غيث مروان؟ اوه شلوني معكم؟ مشاهدات للسما يعني اسمعوا لسه ما خلصت. لك شوف صورة العرض بنحط صورة غيث مروان هو وخطيبته تمام، وبنكتب على الصورة مين انتبه. بتصير كل وحدة هيك حية حشورة هيك صار نعم صار شيء ما انتبهنا عليه، فوتوا لنشوف. والله بفوت العظيم. وما بيكتشف الموضوع لبعد نص الفيديو. بكون منيح الفيديو صار فيها تفاعل. يا اخي نور ستارز مو احسن من اسمع اي والله اي والله مو بس هي تحط عناوين كاذبه ونحن كمان بنعرف خلص. نكذب. كذابين نمره اولى، ثاني مسيلمة كذاب تاني. ثانيه هي اولى. ها هلا انتم حبايبنا واخواتنا وما راح تزعلوا اذا عملنا هذا الشيء. ما بتزعلوا ما بتريدوا لنا الخير صح؟ والله العظيم ليك فيديو والله متعوب عليك. مرة في حينا زارنا فيل لطيف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف. بابا فيل ايوه. شيلك عن غيث مروان. سمعتوا الغنية بالفيديو؟ على فكرة احنا شلنا الموسيقى تبعت الفيديو الغنية الأصلية لأنه جبنا مطرب من طرفنا تمام، دفعنا له كثير فلوس. مطرب من المرحاض جبناه من الحمام. المهم شيلكم عن الاثنين، ولكن المكان اللي عم تصير فيه الخطبة أحلى من الخطبة ذات نفسها. ما هي نفسها يا حمار. لا المكان اللي عم تصير فيه الخطبة هو أحلى. يعني مثلا أنا إذا جبت لك الطقم أنت تلبسه تمام. طعم أحلى مني. فايش كون شاري لك طقم 2000 دولار حضرتك تلبسه تنزل قيمة الطقم، ولكن إجمالا الطقم هو أحلى منك. رقبته طويلة. في شيء بيقول لك إن عادوا لنا الأماكن من يعد لنا الرفاق. بابا رفيل ايوه ذكي جميل، بابا رفيل ايوه ذكي جميل، اخي وعالم الاطفال عالم جميل. أحلى واحد بالحفلة. بسألكم معلومة سريعة انه انا من النوع اللي بحس انه اذا في شيء بخاف منه او عندي فوبيا منه فهو انه اطلع قدام ناس كثير وكلهم عم يطلعوا علي، هذا اللي عم بقصده. تلبك ضيع. وغير هيك انه انا ما بعرف ارقص، صار العكس، صار عادي بتطلع. ما بعرف أرقص كمان. صار العكس بالخطبة. صار العكس بالخطبة، قبل ما يفتح الباب وقت نحن نفوت نحن الاثنين صارت مزرة. يعني في أمل أنا هيك أصير ينكسر حاجز الخجل شوي. هلا انا وسارة حندخل من هالشاشة اللي هون. مرة في حينا زارنا فيل لطيف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا لا عندما يتحول خوفك إلى شجاعة. مقولة من عندي. الله أنا سمعان زمان بس نسيها مين قالها، بس مقولة هي من عندي اعتبروها. هنالك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف. بابا رفيل ايوه ذكي جميل، بابا رفيل ايوه ذكي جميل، اخي وعالم الاطفال عالم جميل. عمين بدي اطلع على احمد ولا حد احمد صافي. هذا الزلمه
قيمنا لبسات اهم العالم الموجودين بالخطبه. تمام. ولكن يلي طلعوا بهذا الترند تقريبا يعني ثاني حدا بيطلع بهذا الترند انه تبع ترند الخطوبه وهيك ما قيمنا. مين؟ احمد وصبا. طيب ماشي، احمد صبحي قديش تعطيه من 10؟ ليك الصوره فيها غموض عن جد على فكره بتحس استاذ قوميه او استاذ تربيه وانست عربي اقسم بالله. قبل ما ننهي الفيديو بنقول لكم شغله، انه ما شاء الله كنا عازمين تقريبا 140 شخص، اجا تقريبا 175 شخص. ليش عم بحكي عن الموضوع؟ لان كنا حاطين علب عطور، ومش هون الموضوع. في ناس كنا حاطين عطور على الطاوله، مش ناس من المعازيم، في ناس انه اخذ العطور شو عملوا؟ هاي طبعا علبه العطر مكتوب عليها سين وغين. سين وغين. بتفتحوها هيك تطلع علبة عطر. ترى هاي العلبة كانت محطوطة بكيس والناس اخذوها معهم. بعد ما وصلوا بالكيس وصلوا على البيت اجوا عم بيصوروها، بيفتحوا العلبة هيك ما في عطر. العطر ماخذ. ايوه شو هالنصبه حتى دبي عندكم حراميه. عن جد. كنا انا وكريم بس نحضر عرس نسرق جوز الهند. كان طيب كثير. هذا ما عاد طيب، ما عاد نسرقه. كان عنده بنطلون له جياب كتير جياب كثير جيوب. تفهمين على حالك. جيوب يعني. على كل حال اذا وصلتوا هاي النقطه من هاد الفيديوهات تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتشاركوا الفيديو رفقاتكم. هلا سؤالنا لكم، انتبهتوا على الشيء اللي صار بحفله غيث مروان؟ انتبهتوا على الشيء اللي ما كان موجود اصلا؟ يلي هو انه سرقوا العطور. سرقوا العطور. سرقوا العطور. نحن ما لنا كذابين، ما حدا انتبه ابدا. حتى غيث سارة ما انتبهت. كلهم ما انتبهوا، حتى ما هي نازله بالفيديو. تمام. ليقوم نحن سرقنا العطور لانه ما حدا انتبه. لو نحن حاضرين الحفله كان ممكن. بتشوفونا كالعاده فيديوهات جديده ان شاء الله، ونحبكم كثير. لا تنسوا كالعاده تتابعونا على حساباتنا انستغرام رح يطلعوا هون او بتشوفوا كلياتهم تحت بالوصف. بما انه هذا الفيديو عم نحكي عن غيث فرح نختم الفيديو هيك. استنى قبل ما نختم الفيديو، انا عندي سناب شات. سلام شات حماده. وطبعا اذا بدكم قلوب يكتب تحت بالتعليقات مبروك غيث وساره. سلام. يلا كسرها. هذاك الزلمه معه حق الكاميرات، معك حق كاميرتين تجيب لك كمان تنطح.